أهلا بكم مشاهدينا. واجه رجال الإطفاء حريق غابات غير موسمي في بلدة موريس جنوب فرنسا يوم السبت. قالت السلطات المحلية إن الحريق الذي بدأ صباح السبت دمر 130 هكتارا من الأحراش والأشجار، وساهمت في انتشاره درجات الحرارة المعتدلة، لكنه أصبح الآن تحت السيطرة. ولم تسجل السلطات أي إصابات في هذا الحريق الذي حشد حوالي 270 من رجال الإطفاء من جميع أنحاء المنطقة. فرنسا ليست بغريبة عن حرائق الغابات التي تحدث في السنوات الأخيرة في أجزاء من البلاد بشكل سنوي تقريبا خلال فصل الصيف، لكن رجال الإطفاء المحليين قالوا إن حريق السبت اندلع في وقت مبكر من هذا العام في منتصف الشتاء. يذكر أن سلسلة من حرائق الغابات اندلعت في مقاطعة جرنود الواقعة في جنوب غرب فرنسا في صيف عام 2022، ودمرت ما مجموعه 32 ألف هكتار من الأراضي. توقعات مشاهدينا الأجواء لليومين المقبلين تشير إلى غياب الأمطار عموما عن المناطق الوسطى والغربية. ربما تبقى الأمطار المتفرقة في بعض المناطق الجنوبية من ألمانيا وسويسرا، وأيضا في المناطق الجنوبية من إيطاليا وإلى إسبانيا والبرتغال، وذلك مع استمرار هيمنة منخفض جوي وسط البحر الأبيض المتوسط. الأجواء مشاهدينا خلال نهار الغد تكون غائمة كما هو الحال في دبلن ولندن، مشمسة تحديدا في باريس، وغائمة جزئيا في جنيف مع 5 درجات مئوية. يتوقع هطل الأمطار غدا في برشلونة مع 13 درجة، والأجواء تكون غائمة في برلين وفيينا وبودابست، وأيضا في سراييفو مع 4 درجات مئوية تحت الصفر. الآن مشاهدينا إلى إفريقيا التي تشهد استمرار تداعيات المنخفض الجوي المتمركز في وسط البحر الأبيض المتوسط، دافعا بالأمطار باتجاه المناطق الشمالية من تونس وإلى الجزائر. حالة الطقس مشاهدينا خلال نهار الغد: الأجواء غدا تكون غائمة جزئيا كما هو الحال في نواكشوط مع 26 مئوية. تسطع الشمس مشاهدينا في أغادير وأيضا في الرباط مع درجات حرارة تصل إلى 16 درجة مئوية، والأجواء ماطرة في تونس وأيضا في الجزائر، وغائمة في طرابلس مع 15 درجة. الأجواء غائمة جزئيا في القاهرة مع 16 درجة مئوية، وتكون مشمسة جنوبا في الخرطوم وأسمرة وجيبوتي وأديس أبابا مع حرارة في أواخر العشرينيات. جنوبا مشاهدينا الأجواء غدا تكون غائمة جزئيا في نيروبي وأيضا في زنجبار مع درجات حرارة في أوائل الثلاثينيات، في حين مشاهدينا يتوقع استمرار الأمطار كما هو الحال في لوساكا مع 26 مئوية. نتحول معكم الآن مشاهدينا إلى شرق آسيا، حيث يتوقع هطل الأمطار في المناطق الجنوبية من اليابان وباتجاه المناطق الشرقية للصين. أجواء مماثلة أيضا في شمال تايوان وأيضا في المناطق الشمالية من تايلاند. أما مشاهدينا في وسط آسيا فالأجواء مشمسة في داكا ونيودلهي وأيضا في مومباي، بينما تتفرق الغيوم في كراتشي وأيضا في تشناي، وأجواء ماطرة في كولومبو مع 29 مئوية. ختاما مشاهدينا إلى أستراليا، والأجواء غدا تكون مشمسة في بريسبن وأيضا في إديليد، وغائمة جزئيا في سيدني وملبورن مع 21 مئوية. وفي نيوزيلندا الأجواء غدا تكون ماطرة في أوكلاند، والرياح قوية في ويلينغتون مع 23 درجة. إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا لكم وإلى اللقاء.